طب وبعدين؟ يا ترى ألحق؟ أنا ضيعت وقت كتير قوي. طب وأهلي؟ أهلي اللي تعبوا عشاني كل ده، أهلي اللي مستنيين يفرحوا بيا. طيب أنا هكون قدام نفسي إيه؟ للدرجة دي أنا كنت مهمل؟ للدرجة دي أنا كنت مشغول بتفاهات؟ أنا ضيعت فرصة كبيرة قوي. لا، لسه قدامك فرصة، لسه الحلم ما ضاعش. بجد قدامك فرصة، قدامك شهرين. عارف يعني ايه شهرين؟ بجد اعمل لنفسك معسكر واقفل على نفسك فيهم. اطحن نفسك في الشهرين دول. شهرين مبني عليهم جزء كبير قوي من مستقبلك، مبني عليهم اول امتحان حقيقي في حياتك. اول امتحان مش هقصد بيه الامتحان الورقه، فعلا ده اول امتحان انت بتتحدى فيه نفسك. بلاش تخسر اول امتحان، بجد بلاش تخسر اول امتحان، وامتحان سهل. كل ده عشان مش قادر تذاكر شهرين؟ بجد تقدر تعملها لو انت حبست نفسك شهرين فعلا وقلت انا هجيب مجموع. هتجيب مجموع. سيبك من امتحان الورقه، المهم اللي امتحانك انت قدام نفسك، عشان لما تقف في الاخر قدام نفسك تقول انا نجحت في اول اختبار حقيقي ليا، اول اختبار لنفسي. بجد ده يكفي، بجد فعلا ده يكفي. ده يكفي اللي انت كنت قد المسؤوليه، واللي انت كنت انسان مسؤول في اول اختبار حقيقي ليك. بجد انت تقدر، بس صدق نفسك واستعين بالله.